حمناد يؤكد أنه على الإدارة أو على شبيبة القبائل بداية من الموسم القادم أن تبدأ تنطلق في اللعب على الألقاب، خاصة أنه الإمكانيات موجودة الآن. في نفس السياق حكيم مدان المدير العام الجديد يقول بأنني دون سونس بوزيتيف، قال راني غاير أو جو سوي جالو وراني فرحان لما يحدث لمولودية الجزائر. قال أريد أن أعيش أنا وشبيبة القبائل بهذه الأجواء الموسم القادم. شوف رضوان بدالك بحمناد واش تكلم حقيقه، باسكو اليوم راك تتكلم على فريق كبير، شبيبه القبائل كيما مولوديه الجزائر، كيما شباب بلوزداد، كيما عده فرق اللي عندهم ستاندينغ كبير، عندهم قاعده جماهيريه كبيره. نظن سي نورمال، اولا لازم لك لاعبين دو مستوى تاع الفريق هذا اللي يقدروا يحملوا القميص واللي يقدروا يحملوا الضغط، باسكو شبيبه القبائل كيما مولوديه الجزائر عندهم قاعده جماهيريه، فريق تاع القاب. نظن انايا سي نورمال اللي لازم لهم لاعبين اللي يقدروا لهذا الفريق. ونولي لك اسمه المدان. اليوم جابوا مدان اللي نظن باللي لاعب سابق اللي عنده خبره في الميادين الجزائريه، يعرف البيت جيدا، يعرف البيت جيدا، لعب في هذا الفريق، يعرف واش معناتها الفريق هذا، يعرف الثقل تاع الفريق هذا. انا نقول باللي اليوم عنده مسؤوليه كبيره، باسكو انت باش تقبل هذا المنصب هذايا والوضعيه اللي راهي فيها شبيبه القبائل وضعيه غير سهله. اليوم تتكلم انت من 2000 سي با نورمال، 2008 من كي تقول فريق كبير من 2008 ما داش لقب تاع بطوله حقيقه. تتكلم انت غدوه على ريال مدريد، على مانشستر يونايتد، حالات تزعزع ما كاش منها هذه. كيفاش فريق كبير ما يديش فيه التيتر؟ وفريق كيما مولودية الجزائر 14 سنه وحائز على 14 بطوله، هو الحائز على اكبر عدد من البطولات في الجزائر. وثاني فريق من ناحيه الالقاب في الجزائر بعد وفاق سطيف. لا هما الاولين، هما الاولين ومع شباب ومع ذاك وفاق سطيف ومع شباب بلوزداد. لا والله ما عنديش الاتحاد العاصمي على بالي باللي اللوناني سي لا جياسكا لو بلو تيتري. اليوم راك تتكلم على فريق الاول في القاب في الجزائر. علاش قلت لك اليوم مسؤوليه؟ واش تكلم مدان على مولودية الجزائر وكونترير، هذا يشرف مولودية الجزائر سي نورمال. هذا الموسم هذا واش صنعوا لاعبين واش صنعوا الجمهور تاع مولودية الجزائر. انا نقول باللي كل الجزائر احنا ماذا بينا سيتو الفرق الكبرى، باسكو رضوان هو تكلمها من الناحيه الايجابيه وكونترير سي بوزيتيف. قال لك ماذا بينا نعيشوا، باسكو وكان نعاود نقولوا للزمن القديم كنا احنا شبيبه القبائل في كؤوس افريقيا، كانت الجزائر كاع تناصرت شبيبه القبائل في الكؤوس الافريقيه في ملعب 5 جويليه. نظن شيء ايجابي، وان شاء الله نتمنوا له التوفيق ونتمنوا التوفيق لشبيبه القبائل ان شاء الله، خاصه انه جمال بالعمري يعرف جيدا هذا الفريق الذي حمل الوانه، وبقات مكانتك عزيزه كثير عند انصار شبيبه القبائل. لا يجب ان ننسى بانه الفريق الوحيد او انصار هذا الفريق اللي قالوا جمال بالعمري اوسي الجيريا نهار ما كانوش يعيطوا لك ليكيب ناسيونال. شبيبه القبائل كما يقولوا عندي كثير من المشاعر ناحيه الفريق هذا اللي بعد نصر حسين داير رحت من نصر حسين لشبيبه القبائل اللي نضجت فيه كرويا، اللي سمحت لك تبرز وطنيا تولي احد. سمح لي نبرز وطنيا، وسمح لي كانت عندي الفرصه ما نروح للمنتخب هذاك المواسم الربعه اللي قضيتهم فيها. صراحه عشتها بكل حب، عشتها بكل الناس تحبني، حتى انا نحترم بزاف الفريق هذا ونتمنى له كل التوفيق، ونتمنى ان شاء الله شبيبه القبائل ترجع ايام الزاهيه تاعها، ايام الزاهيه تاعها باذن الله، وكل احترام والتقدير. وبالمناسبه الاسبوع الجاي نلعب ضدهم، لعبوا معهم. صراحه شعور غريب كثير اللي راح نواجه شبيبه القبائل مره ثانيه. ان شاء الله نتمنى لهم التوفيق، وان شاء الله السنه الجايه تكون ان شاء الله هذا ما نتمناه. محمد قاسي السعيد بوعلي يؤكد انه ماهوش الفار، لكن من حق المدرب انه لما يشاهد لقطه معينه انه يعطي رايه في اي خطا تحكيمي او ربما راي تحكيمي ان صح التعبير. ما رايك؟ كيفاش يعطي رايه في الخطا التحكيمي؟ يعني لانه في بعض يكون في غرفه الفار ولا لا في بعض الاحيان حتى في الرابطه يعاقبوا بعض المدربين لما ينتقدوا قرارات التحكيم، يقول لك ما راكوش دي زاربيت، خليوا الحكام هما اللي يقرروا. قال لك انا كمدرب من حقي اني نعطي رايي. هل تعتقد انه المدرب او اللاعب بامكانه ان يتكلم على بعض الاخطاء التحكيميه؟
ولكن هذوما كاين قوانين تاع الرابطه هي اللي تمنع المدربين واللاعبين يتكلموا على الحكم. هذا هو المشكل. ولو عنده رايه اي مدرب ولا لاعب اللي يكون في الميدان يعرف بلي هذا الهدف هدف او تسلل او شرعي او ماشي شرعي، ولكن ما عندوش حق يتكلم لان كاين قوانين اللي تمنعه. ولكن اليوم انا شفنا بك الزاوي يتكلم عقب 6 شهور. انا نقدر نقول لك رضوان، هاد الناس اللي يتعاقب شكون يقدر يعاقب هاد الناس؟ هذا هو المشكل كاني. حتى انتم راكم ديروا اخطاء، راكم ديروا اخطاء وواحد ما يعاقبكم. المفروض تكون هيئه واحده اخرى اللي تنجم تعاقب هاد الناس اللي هم يعاقبوا في المدربين وفي اللاعبين. واضح ادم، والناس خرج عن صمته ويقول انني اتمتع باللعب مع الرديف وما عنديش اشكال، بالعكس قال لك انني نتمتع باللعب. والاداره فتح النار على الاداره، قال لي انني رفضت التجديد، راهم يحوسوا لي على الاسباب. أنا في نهاية الموسم سأغادر ولست قلق على مشواري الكروي. دوك ولا سي فريسك واش راه يقول والناس باسكو ما حبش يرونوفلي اللي راهم يديروا له في المشاكل، ما عليه يكمل يزهف وين راهو مع لي جون، ولا عام جاي خلاص لا سيزون يروح. مي انا ليا سي فريمون دوماج. سي ان غاشي ان غاشي سي ان غران جوار. دوماج دوماج ما نروحش بعيد. دوماج مي فنان في كرة القدم فنان. ولكن نروحوا لجمال بالعمل الذي يعرف جيدا في المنتخب الوطني ادمونا. هل صحيح انه كان لما يجي المنتخب الوطني يقول لكم انا هو احسنكم، انا اللي نعرف نلعب خير، ما يقولوا بانه واش يدير في التدريبات شيء خارق للعاده؟ ما قالهاش ديريكت، مي انا نتفق باللي هو كان من بين الاحسن في المنتخب الجزائري، وانا نشوف باللي عنده الامكانيات بزاف، لولا نشوف الاصابات والتنقلات القصيره بين الانديه ما يطولش. تقريبا كل 6 اشهر يبدل، تقريبا كل 6 اشهر يبدل. انا نشوف باللي المشوار اللي هو دايرو ماشي هذا هو اللي لازم يديرو. ان شاء الله هو يتقدم في السن، ان شاء الله من الموسم الجاي ان شاء الله يزيد ينضج اكثر كرويا ويستقر في الفريق، تشوفوا المستوى الحقيقي تاع ادم والناس. ان شاء الله هذا ما نتمناه. كودري يؤكد انه الاداره الحاليه لاتحاد العاصمه عليها ان يتم تشبيبها نوعا ما من اقصاص. هل تتفق انه اداره اتحاد العاصمه ربما ساهمت في تراجع الفريق في المده الاخيره؟ صراحه صحيح انه الفريق تعرض لازمه كبيره، قضيه نهضه بركان الذي انهزم اليوم ولم ينل كاس الكاف على الورقه. اليوم الزمالك هو الذي توج، لكن شفنا اتحاد العاصمه امام شباب الوزداد، شفناها حتى امام مولوديه الجزائر، شفنا مردود اتحاد العاصمه في تراجع هذا الموسم. هل الاداره عندها جزء من المسؤوليه؟ بيان سور الاداره هي اللي تجلب لاعبين، اللي تجلب لاعبين هي الاداره، هي اللي او تكلم لك بن عمري اليوم في مولوديه الجزائر. الاداره كانت بروتيجي لي جوار، توفر كاع الامكانيات وتعرف كيفاش تستخدم اللاعبين، هذه حاجه مهمه. وكنت عاود نقول الموسم الماضي مع المدرب بن شيخه وجه اخر اللي بالك نو بيان سور باسكو عنده خبره في الميادين، عرف كيفاش يسير المجموعه. انا نظن باللي الاداره تبدلت هذا الموسم ثاني وما جابوش لاعبين، وحقيقه كاين لاعبين ما عندهمش مستوى. الاداره تتحمل مسؤوليتها باسكو نظن انايا افيك تو مي ريسبي الميسيو حسينه انسان محترم، من نظن بلي انايا المكانه تاعو نظن بلي كان جابوا واحد باسكو كل عام يبدلوا ديريكتور سبورتيف، هذه ما تقدرش تكون بها. ما كاينش استقرار، ما كاينش استقرار في الفريق. اليوم كنا نعاود نولي لك من وقت اشيو بعد عنتر يحيى وبعد لا عنتر يحيى ومن بعد اشيو كيف عنتر يحيى ولا اشيو ولا بعد جاو اسمه هذوك العام اللي فات قريشي لا اللي داو العام اللي فات كوب دافريك اسمه العام اللي فات كان بن شيخه مدرب. لا ماشي على المدرب، مدير رياضي واسمه لا ما كانش صفار مدير رياضي، لا كانوا زوج ما كانش. هذوك هذا العام واحد فيهم راح نحاوه جابوا حسينه كل عام هكذا. رئيس مجلس الاداره العام اللي فات كان عبدوش. نظن باللي انايا كل موسم هكذا ما تقدرش تبني فريق، وكان اعراب رضوان ما تقدرش تبني فريق. دونك الاداره اليوم في الوقت الحالي تتحمل مسؤوليتها، هي اللي تتحمل مسؤوليتها. اليوم نعطيك اكزومبل معلومات ما على باليش، ما نقدرش نقول لك مؤكده 100% حاصل. اليوم نتايا الفريق راهو في وضعيه انا نقول باللي صعيبه. اليوم اللاعبين
اللي يسحقوا الاداره تبروتيجيهم وتنكوراجيهم وتموتيفيهم. هما راهم اليوم بيان سور راهم بعاد على اللاعبين، بعد انت تشوف الحين يلعبوا لقاء الديربي ما كاش مين با موتيفاسيون، باسكو نقولها بكل صراحه اتحاد العاصمه عنده 4 لقاءات متاخره، وكان يربح ال4 لقاءات يقدر يكون في المركز الثاني، في المركز الثالث العام الجاي يقدر يشارك منافسه افريقيه. نعم. علاش اليوم قلت لك الاداره هي الاول اللي مسؤوله على الفريق وهي اللي تحمل مسؤوليتها.